السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ الصحة الأحوال إن شاء الله تكونون بألف خير. ممنونة منكم أنا من تعليقاتكم الحلوة. طلب أحد المتابعين الأعزاء حبايب قلبي، طلبت من عندي طريقة عمل البطاطا الحلزونية أو تقطيعها، بما أنه بالمشتريات كنا ذكرت بهاي الأشياش الأعواد الأسياخ العفو نستفاد منها، قلنا بالشيش طاووق وبالبطاطا الحلزونية. فطلبت مني انه اراويها شلون نسوي البطاطا الحلزونية او نقطعها، فاني ان شاء الله صورت لها هذا الفيديو المبسط السهل السريع بمكونات بسيطة جدا. ان شاء الله تنال رضاها وتشوف الفيديو، وممنونة منك اني حبيبتي وتدللين علي. واليكم الطريقة. نبدي بسم الله الطريقة وياكم. عندنا هاي الماكينة اللي تقطع البطاطا حلزونية، عندنا هاي البطاطا 3 قطع مقشرة ومغسولة نظيفة وناشفة. عندي هاي الأسياخ اللي قلت لكم عليها بفيديو مشترياتي، نستفاد منها بشيش طاووق بالفرن، ونستفاد منها بالبطاطا الحلزونية لهاي الماكينة. بس هاي الماكينة حبايبي اللي ما متوفرة عندها، اكو عدة اشكال، اكو تصير اصغر، اكو يعني هواي انواع. بس اللي تسألني راح تسألني على هاي مين، صدقوني ما اعرف. هاي قبل 2 3 اكثر ابونا جاب لنا اياها، فما اعرف هسه متوفرة لو لا. بس اكو هواي شغلات قلت لكم مبسطة يعني وتفي بالغرض، واللي ما متوفرة عندها هاي يعني تقدر تسوي اشياء بسيطة هي بالبيت. اني هاي بوقتها اخذتها كانت ما اعرف شلون يبيعون حاجات مبراشة وشغلات، من ضمنها هذا الشي باعوا كلش بسيط. يعني حتى ام البيت اذا هي فنانة، كلكم فنانات حبايبي، تقدرون تسووها مجرد هو برغي وبأحدى آلات سكينة أي شي، تقولون بالسكينة مال البيت تخلون بها هذا البرغي. وهسه ما راويكم طريقتها هم تصير سهلة. اللي ما متوفرة عندها هاي الماكينة حبايبي، نبدي بسم الله. أول شي هاي الماكينة هيك عندنا هنا بيها مثل الحلقة، نرفعها هيك بسم الله العفو، ترجع هاي هيك لورا. عندنا السيخ نخليه هنا، هو هاي هنا بيها شفرة اللي هي تقطع. عندنا هاي بسم الله ندخلها هيك. هاي باعوا حبايبي دخلنا البطاطا بالسيخ. اكو هنا اذا تشوفوا باعوا العفو ما اعرف اكو هو مكان تقعد. هي شوية قوية طبعا، دير بالكم على ايديكم لان كلها شفرات. ونرجعها ونبدي بسم الله الرحمن الرحيم. ما اعرف واضحة عندكم الفكرة لو لا. هاي مجرد فرة بسيطة جدا اهو. هنا حبايبي كملنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشكل جيت حلو حبايب قلبي، احسن ما الاولاد يشترون من الشارع. والله صدقوني يعني ربي لا يقطع رزق اي واحد، كلهم على باب الله. بس والله الدهن يعني اني من اباع عليه والله انصح اولادي اقول لهم والله ماما باعوا اسود يعني هذا كله يسبب امراض، فهم يحبوها. اضطريت انه اشتري لهم هاي الاجهزه وهاي الشغلات وهاي السوالف في سبيل اسوي لهم اياه بالبيت. فالشي نظيف واني بايدي متاكده منه، هو كل شي بسيط، هي مجرد بوتيته يعني ما بيها فشي صعب او هاي. بس هي هاي شكلها فشي يعني حلو وفيكه، على قولة اللي يضوجون من هاي حكايتي مال فيكه. بس والله هو اي شي ترتيب حلو بالبيت هو فيكه حلوه، فالترتيب حلو يعني تتفنن بيه ام البيت. وكلكم فنانات، اللهم صل على محمد وآل محمد. كلكم فنانات حبايبي، والله صدقوني يسوون حاجة بالبيت تحسون مسوين فد انجاز، رغم ما شقد بسيط وشقد ما إله يعني فد قيمة صعبة، بس هو فد انجاز حلو إلك، بالذات من تحسين فرحتي اولادك. باعوا شكلها حبايبي شقد حلو، كلش بسيط وسهل مثل ما تشوفون. هسه راح اراويكم بهذيك السكينة اللي ما عندها هاي الماكينة حبايبي. هاي هنا نخلي احضر لكم الباقي ان شاء الله.
هاي سراويكم شي بسيط. هاي يا باعو مثل ما قلت لكم. تردون اني ما مجربتها بالسيخ، بس خلينا نجربها اكو. لا راح تأثر، لان هو هذا يعدي بديل عن السيخ. باعو برغي شي بسيط. اللي ما متوفر هاي حبايبي ماكو شي صعب، صدقوني والله. اللي تريد تسوي شي واو شي نظل ننفر بيدينا. هيك فد شي تظلين تفرين الى ان توصين تخلين شي بسيط جدا. قلت لكم اللي ما متوفره عندها هاي الماكينه، تقدرون حتى بالسكينه حبايبي تخلون الشيش مثل ما قلت لكم، وسكينه رفيعه. هات انتي تفرينها ايدك وتخلين السكينه، تفرينها ايدك وتخلين السكينه. انتي جربي حبيبتي ما تخسرين شي والله. شي عجبك جربيه وسويه، شي صعب. العفو على الصوت هذا المزعج بس ما يخالف. هاي اسوي لكم الثانيه همينه على مود تشوفوها، وارجع اقول دير بالكم على ايديكم، يعني كلها شفرات كلها سكاكين. ونبدي بسم الله نثبتها هنا. أنا ليش عم نوصلها للشفرة هاي الموجودة هنا، ونظلها هنا. هاي حبيبتي باي كلش تصير سهلة. طبعا هاي طبعا اسهل واسرع وابسط يعني، بس قلت لكم حسب الموجود. ماكو شي تبا للمستحيل، ماكو شي يصعب علينا ان شاء الله. اسوي الثالثة وارجع لكم حبايبي. هاي هنا حبايبي كملت قصن، اروح اقليها واكملها واراويكم اياها ان شاء الله. هنا حبايبي نحمي زيت كلش، يعني نخليه يحمى زين. وهاي هنا ناخذ الطاوة يادوب قياسها، يعني نحسب حساب انه ترهم عود الخشبة قياس عليها، فناخذ يعني. واذا شفتوها شوية مثلا اكبر من الطاوة تقدرون تكسرون من العودة اكيد. هنا حبايبي باو خليناها بالزين، بس شوية كسرت من الاول لانه يادوب التكسي كسر قياسها. عوفة تستوي زين تقسب عندي، ما احركها ابد. هي المفروض الدهن يغطيها كلش، اخليها تستوي زين واقلبها وراويكم اياها. هنا حبايبي باعوا اقلبها اجيبها بالكماشة بدي اسيطر عليها. هنا حبايبي هاي كمل عندنا البطاطا الحلزونية، هذا شكلها النهائي. طبعا طعمها مثل الشيبس. عندنا هنا حبايبي هاي نكهات باودر. هاي عندي نكهة الشاورما لحم، وهذا شكلها. هاي عندي نكهة كاتشب باودر. حبايبي هذا شكله يصير احمر. عندي هاي نكهة الدجاج، هذا شكله. عندي هاي نكهة الجبنة الفرنسية، هذا شكلها. هاي حبايبي موجودة عند العطار، اي عطار تقولوا له اريد نكهات موجودة عنده. عندي هاي نكهة الملح والحامض، هاي يعني حسب الرغبة، اي واحد يعجبه. هاي نكهة الملح والحامض هم يصير لونها ابيض حبايبي، فانتو شي يعجبكم تخلون فوقها تخلون. اني هسه الاولاد طلبوا من عندي نكهة الدجاج فهيجي باعوا يعني العفو. خلوها بمملحات، هاي ترشون عليها هيجي. شي بسيط وسهل والله وسريع وما ياخذ من عندكم اي وقت. بس الاهم من كل هذا انه نظيف، انتم مسويه بيديكم حبايبي. ان شاء الله ينال رضاكم حبايب قلبي هذا الفيديو، ولا تنسونا من الدعاء. واتمنى من الاخت المتابعة العزيزة اللي طلبت مني هذا الشيء تشوفه وتستفاد من هذا الفيديو، وان شاء الله وصلت لها الفكرة يعني مبسط كلش سهل، وان شاء الله ماكو شيء صعب عليكم حبايبي.
وان شاء الله اللي ما عرفت وما وفرت عندها هاي الماكينه مال الثرمو وشي، ان شاء الله هم اصور لها طريقه بالسكينه، هم طريقه كلش سهله وبسيطه حبايبي. وها بنات هاي النكهات نفسها هم يستعملوها بالذره، هاي الذره اللي المجمده يعني اللي يبيعوها، هم يبيعوها برا عباره عن صلصات وهاي السوالف. هاي النكهات نفسهن هم يستعملوها، ويعني ان شاء الله هم اسوي لكم فيديو بالذره وتدللون علي حبايب قلبي. واخيرا وليس اخرا ان شاء الله، لا تنسونا من الدعاء ومن الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس على مود يوصل لكم كل فيديو جديد نصوره، وان شاء الله تستفادون من هاي الوصفات البسيطه جدا وتنال رضاكم، واكون خفيفه الظل عليكم حبايب قلبي، ومع السلامه.